تخيل لما الفرح يقلب عزا، جريمة في فيلا، جثة قتيلة وأربعة متهمين، من ضمن القتيلة دي أخوهم. يا ترى مين القاتل؟ ورق سينما بين السطور حكاية. يا مساء الفن والروقان على كل متابع مجنون أفلام بيتابعنا من كل حتة في مصر وبره مصر. بص يا سيدي، تخيل معايا كده انك عايش في مصر سنة 1956، لابس البدلة الشيك او الفستان الانيق ورايح السينما من سينمات وسط البلد في شارع عماد الدين. دخلت، قعدت، اتفرجت، ولما الفيلم خلص والنور نور، بدل ما الناس تاخد بعضها وتروح، تلاقي الناس اتقلبت قهوة بلدي والناس كلها واقفة تتخانق وتقادل. يا عم بقولك كان هو ده، لا مش هو ده يا سيدي، لا التاني كان، وهكذا لحد ما المخرج بيفاجئنا كلنا بمن القاتل الحقيقي. حالة من الجدل والتحقيقات خلت الجمهور نفسه يتحول لمفتش مباحث. الفيلم اللي عمل ضجة ده ما كانش فيلم عادي، ده كان حجر أساس في السينما البوليسية المصرية في مصر. اسم السؤال: من القاتل؟ النهاردة في ورق سينما هنفتح ملف القضية دي ونشوف ازاي المخرج وكاتب المحامي قدروا يضحكوا علينا كلنا ويحبسونا في قفص الاتهام. وعايزكم تركزوا في كل كلمة لأن القاتل ممكن يكون أقرب للقتيل فوق ما تتخيل. الحكاية بتبدأ بداية ولا أروع، فيلا فخمة، أنواع مزيكا وضحك. احنا في حفل زفاف سميرة اللي بتلعب دورها الرقيقة سميرة أحمد. كل حاجة ماشية زي الفل، العريس والعروسة والمعازيم وكل بيهني، لكن في السينما الهدوء ده دايما بيبقى الهدوء اللي بيسبقه العاصفة. فجأة صرخة بتقطع كل ده، الكاميرا بتاخدنا لحديقة الفيلا الضلمة، وهنا بنلاقي الكارثة. جثة سعاد هانم، سيدة ثرية جدا مقتولة ومرمية في الجنينة. الفرح اتقلب كابوس والزغاريد بقت سويت والبوليس وصل. وهنا بياخد الكادر وحش الشاشة الشاب وقتها رشدي أباظة في دور الضابط الشرطة، ومعاه وكيل النيابة اللي بيعملوا دور العبقري عدلي كاسب. التحقيق بيبدأ من اللحظة دي، الفيلم بياخدك من ايدك ويقفل عليك الباب الفيلا ويقولك من القاتل. القاتل واحد من المعازيم. الضابط بيبدأ يفرز الناس ويحط عينيه على 4 أشخاص. الأربعة دول كل واحد فيهم عنده دافع يوز بلد عشان يقتل سعاد هانم. تعال نمسكهم واحد واحد. أولا سعيد بدور محسن سرحان. سعيد ده قصة تانية، نظراته كلها قلق، كلامه بحساب تحس ان وراه مصيبة. ومحسن سرحان لعب الدور ببراعة تخليك من اول مشهد تقول بس هو ده اللي عملها. تاني واحد سليمان، يا عيني على حسين رياض، الاب الحنين اللي دايما بنشوفه بيعيط او يطبطب. هنا والد العروسة سميرة، بس هل الطيبة دي وراها سر خطير؟ هل الأب ده مستعد يقتل عشان يحمي بنته أو يخفي ماضي أسود؟ الفيلم ده حسين رياض هيخليك تشك في الطيبة دي نفسها. تالت واحد سليم بدور محمود المليجي. من المليجي ده بقى أخو القتيلة نفسها. محمود المليجي هنا بيقدم واحد من أهدى وأقوى أدوار النفسية. مش المليجي اللي بيزعق ويبرق، لأ ده هادي جدا وراسي فوق ما تتخيل، بيبصلك تعين تخترق الدنيا كلها. الأخ اللي ممكن يكون طمعان في ميراث أخته، نظرة واحدة من المليجي تخليك تحلف المصحف إن هو القاتل وهو اللي حاطط إيده في جيبه. رابع حاجة مجدي عبد اللطيف بدور جميل عز الدين. ده بقى اللغز اللي ماشي على رجلين. الراجل ده اختفى فجأة بعد الجريمة بطريقة مريبة جدا. اختفاؤه ده خلى كل الأصابع الاتهام تشاور عليه، وهو اللي على راسه بطحة، صح؟ ولا المخرج بيشتتنا؟ وسط كل الدم والتحقيقات دي، المخرج حسن الصيفي عمل حركة لو حد قالها له كان هيقوله انت مجنون. تخيل فيلم الجريمة والغموض وموت ويقول حاطط في النص مين؟ اسماعيل ياسين. ايوه والله اسماعيل ياسين. العبقري اسماعيل ياسين طلع بدور نبيه الطباخ، ومع مراته زكية اللي بتلعب دورها الجميلة وداد حمدي. هنا بقى عبقرية الصنعة، وجود اسماعيل ياسين ما كانش عشان يقلب الفيلم كوميدي ويبوظ نفس خالص، لا، كان الجرعة الخفيفة اللي بتكسر التوتر عند المشاهد عشان ما يتخنقش من جو التحقيقات ويضحك ضحكة ثانية بعدين يرجع تاني للجريمة.
توازن عبقري كده مقدرش يعمله غير مخرج كان أصله بتاع كوميديا زي حسن الصيف، اللي قرر يعمل ويغامر في منطقة الجريمة ونجاح باكتساح على فكرة. طيب بقى، الدماغ اللي رسمت الشبكة دي كلها، السر في كل الراجل اللي كتب القصة، محمد كامل حسن المحامي. على اسم مسمى، الراجل ده كان محامي بجد، واحد رواد الأدب البوليسي في مصر. يعني ما كانش قاعد على القهوة بيألف حكايات، ده كان بيستلف أصلا من الروايات الحقيقية، بيستهلم أفكاره من قضايا جنائية حقيقية شافها في المحاكم. عشان كده الدوافع استجوبت النيابة، حركة الضابط، كلها كانت واقعية جدا وشديدة الاقتناع. وده اللي خلى المشاهد يندمج في القاعة عشان يحس ان هي قضية بجد او في محكمة بجد. عشان الفيلم ده يوصلنا بالرعب والجمود ده، كان لازم كاميرا تفهم يعني ايه جريمة. وهنا يجي دور مدير التصوير العبقري الفيزيائي. بص على الفيلم ده، هتلاقي الإضاءة نفسها بتمثل الضلال مثلا المرمية على الحيطة، الظل ورا الكاميرا، زاوية الكاميرا اللي بتصور، وشوش الأبطال في الضلمة، اللعب بالنور عشان يوريك جزء الحقيقة ويخبيلك عن جزء أكبر. كل كادر ده بيزرع الشك في واحد جديد عن اللي قبل منه. الصحافة سنة 56 لما الفيلم نزل كتبت عنه مقالات إشادة مش طبيعية، اعتبروه نقلة وتجربة مختلفة تماما. السائد وقتها لأن لأول مرة في السينما المصرية تعتمد بشكل كامل على أسلوب من القاتل أو أسلوب السؤال، وتحافظ على عنصر المفاجأة لآخر دقيقة. لكن باقي الأفلام وقتها كان بيعرفك إن القاتل ده من أول دقيقة، وبيبدأ إن هو يمثل على الناس كلها، وانت تفضل تشد في أعصابك وتبقى عايز تنط تقول لهم أهو القاتل أهو. لكن المرة دي انت نفسك ما تعرفش مين القاتل، وتفضل تفكر مع البوليس وتحس انك قاعد جوه في الفيلم معاهم. حرفيا لآخر دقيقة محدش كان عارف مين اللي قتل سعاد هانم. بعد أكتر من 70 سنة على إنتاج الفيلم ده لسه محتفظ بإمكانياته كواحد من كلاسيكيات الأفلام الجريمة المصرية، لسه قادر يشدك ويلعب بأعصابك ويخليك تشك في كل اللي حواليك. الجميل في الفن الصادق ده إنه مبيموتش. الفيلم ده أثبت لينا إننا مش محتاجين جرافيكس ولا تكلفة بملايين عشان نعمل فيلم عظيم، إحنا محتاجين ورق قوي، ممثل بيفهم، مخرج عارف هو بيعمل إيه، ومؤلف شاطر. دلوقتي بقى جاي دوركو، يا ترى لو كنت مكان الضابط رشدي أباظة واقفين في الجنينة سنة 1956، هل كنتم هتقدروا تكتشفوا مين القاتل الحقيقي قبل الفيلم ما يخلص، ولا كنتوا هتقعوا في الفخ زي أي مشاهد وقع في الفخ؟ أنا مش عايز أقول لكم مين القاتل، عشان لو حد فيكم ما شافش الفيلم ياريت يروح يشوف الفيلم ويتفرج على المتعة الحقيقية. لو اتفرجت على الفيلم ده انزل في التعليقات وقولي مين اكتر شخصية كنت شاكك فيها من البداية، وهل شكيت صح ان هو ده القاتل ولا لأ. ولو لسه ما اتفرجتش فصدقني فايتك كتير جدا. ما تنسوش اللايك المتين والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مجنون افلام. كان معاكم محمد ممدوح، استنوني في حكاية جديدة ولغز جديد على ورق سينما. يلا سلام. هنا لكل حكاية عمق، نقرأ ما بين السطور في السيناريو، نبحث عن الشغف وعن سر الصورة، مجنون أفلام، حيث يصبح الفيلم جزءاً منك